بنات كتير بيقولوا ان ليزر ازالة الشعر خاصة في المناطق الحساسة ممكن يسبب سرطانات. حضرتك قابلتي حالات حصل معاها كده قبل كده؟ الحقيقه ان انا ما قابلتش حد حصل معاه الكلام ده، والكلام ده محتاج ان هو يتصلح والناس تتصلح تفكيرها، او مش عارفه هم ليه رابطينه بالذات في السنسيتيف ارياز او في الاماكن الحساسه، ومثلا نبقى قابلين ان احنا نعمل ليزر في باقي جسمنا. ما هو نفس الفكره. الليزر بتبقى اشعه الليزر دي بتستهدف الميلانين اللي موجود في بصيلات الشعر، وهو مش بيتخطى طبقات الجلد نفسها، بيتعمل في اي حته في الجسم. هو امن تماما لو انا اتعمل لي بالبارامترز او المقاييس اللي مناسبه للون بشرتي وللون شعري، ومع الدكتور اللي هيقدر يتعامل مع حالتي، وفي نفس الوقت برضو لو حصلت اي مشكله يقدر يتعامل معاها بسرعه، بحيث ان احنا ما يحصلش معانا مشاكل على اللونج ران. ولكن هو غلط، او الفكره ان هو ربطه بسرطانات الجلد دي ملهاش اساس وملهاش، والكلام ده مش مظبوط، وهو حاجه امنه تماما لو عملناها بالطريقه المظبوطه.